السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا سبحانه وتعالى ادى كل واحد فينا رسالة يأديها في حياته. كل واحد فينا هنا بلا استثناء في الأرض نازل لأن في رسالة معينة من وجوده في الحياة، بلا استثناء. مفيش حد بره الموضوع ده. كلنا نازلين الأرض باتفاق مع الله. انت هتنزل تعمل الدور الفلاني، وانت هتنزل تعمل الرسالة الفلانية، وانت دورك في الحياة تعمل كذا كذا كذا. فكلنا قلنا امين وحاضر واتفقنا يا رب، واخدنا العهد على ان احنا هننزل نأدي الرسالة. حلو، دي لقطة. اللقطة التانية، خلاص احنا نزلنا الأرض، اتولدنا، كبرنا، وصلنا لمرحلة ان احنا كبرنا كفاية، وابتدينا نسأل نفسنا سؤال: هو انا جاي الأرض اعمل ايه؟ هو انا بعمل ايه في الدنيا؟ حلو. فلو انت جيت عند اللقطة دي، لازم 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 تتذكر اللي انا قلته في اول الفيديو، ان احنا كلنا نزلنا باتفاق مع ربنا على رسالة معينة. السؤال دلوقتي: ايه هي بقى رسالتي؟ المفروض وانا بتفق مع ربنا سبحانه وتعالى في اللقطة الاولى كنت عارفة رسالتي، كنت عارفة انا نازلة اعمل ايه بالتحديد. متفقين. طيب انا دلوقتي وانا في الدنيا انا مش فاكرة. المعلومة الخطيرة المهمة ان كل واحد فينا عشان يعرف رسالته هيفضل يدعبس شوية، هنفضل نتحرك في الارض شوية كده، وجرب لحد ما اكتشف ان انا في شيء انا الوحيد مميز فيه، بعمله حلو قوي، بقدمه بمنتهى السهولة، اقدر انفع بيه الدنيا كلها وانا حاطط رجل على رجل. حلو. فاحنا بنبتدي نجرب لحد ما نوصل للموضوع ده. هي دي الرسالة. مفيش حد في الارض مش نازل يأدي دور. والسؤال المهم، انا رسالتي جاوبتك عليه. انت بتجرب، بتحاول، بتشوف، ماشي في الارض لحد ما تكتشف ان انت في شيء معين لما بتعمله بتنفع بيه الناس. وده اصلا الخط العريض من موضوع الرسالات. كلنا نازلين الارض ننفع في الارض، كلنا نازلين الارض ننفع في الارض، بس كل واحد بينفع بشيء يخصه، بشيء مميز هو فيه. تمام. ايه بقى ممكن كمان يساعدني بعد فكرة ان انا اعرف ان انا لازم الاول امشي في الحياة واجرب واعرف؟ دي حتة مهمة ما تتنساش، لان في ناس متخيلة ان هي المفروض تلاقيها في وشها كده. لا. الحاجة التانية بقى اللي لازم نعرفها، ان طول ما انا متذكر ان انا اتفقت مع ربنا وان نازل الارض اادي رسالة، طول ما انا في الحالة دي انا جاي الارض من بابها اللي انا دخلت منه لبابها اللي انا هخرج منه بأدي رسالة، هأدي رسالة، هقوم بحاجة معينة مكلفني بيها ربنا. حالة الذكر دي، حالة التذكر دي بتساعدني بسهولة 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 ان انا اعرف رسالتي دي. واحد. وبتساعدني بسهولة 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 ان حياتي تكون سهلة، وان الاشخاص والاشياء والمواقف والظروف اللي تندمج في حياتي تبقى بتخدم مشواري. مثال: لو انا صاحب شركة وعندي موظف طلبت منه ان هو يسافر من مصر لامريكا، انت رايح امريكا تعمل 1 2 3. فالموظف ده اخد كل الحاجات اللازماه وعمل كل ورقه وتوكل على الله سافر. الموظف ده طول ما هو قاعد في امريكا المفروض يكون متذكر هو رايح ليه وانا مكلفه بايه، لانه لو طول ولف وراح شمال وراح يمين ونسى وتاه والكلام ده كله، انا هحاسبه. انا بعتك المشوار الفلاني تعمل 1 2 3 وترجع لي في التوقيت الفلاني. الموضوع مش كده. انت مش راح تتفسح، حتى لو كان في جزء من الرحلة فسحة مفيش مشكلة، بس فين الهدف الاساسي؟ انا بعتك عشان كذا. فماذا لو الموظف ده راح ونسي اللي انا قلت له عليه؟ هيضيع وقت وينسى نفسه، واحتمال يتوه، واحتمال يضحك عليه،
واحتمال يشغل نفسه بحاجات ملهاش لازمة وتبقى حكايته حكاية. لكن لو هو عارف هو رايح في ايه وبيعمل ايه ومطلوب منه ايه بالظبط، عمره ما هيتوه وعمره ما هيحصل له مشاكل. ده غير انه هو في المكان اللي انا بعتاه فيه هيبتدي يدور على كل شيء مناسب ليه، هيبقى عنده وعي كده ان كل شيء مناسب ليا يقرب عليا المسافات ويسهل عليا مهمتي اعمله، واي شيء يشتتني ويشغلني ويلبخني مش هعمله، لانه هو رايح هيتسأل. فدي نفس بالظبط وجودنا في الارض، احنا موجودين عشان رسالة. كوني مش عارف الرسالة ده مش مبرر ان انا عايش عمري كله تايه. يكفي ان انا اعرف ان هو بعتني لرسالة، ويكفي ان انا اعرف ان انا المفروض اجرب واشوف ان انا جاي انفع الناس في الارض. دي حالة الذكر. انا دايما متذكر ان انا جاي الارض في مهمة رسمية. والحاجة اللي برضو مهمة جدا في الموضوع ده ان انا مش هبقى متعلقة بحاجة. مش من اسس الحياة ان انا اتجوز. انا اتجوز علشان ده جزء من مساعدتي في رسالتي، اخلف علشان ده جزء من مساعدتي في رسالتي. انا جاي الارض من ضمن ادواري في الارض ان انا ابقى زوج او زوجة واب او ام واخ او اخت ودي ادوار كلها مش اساس الحياة، ولكنها بتساعدني في رسالتي. انا داخل كل الادوار دي وكل الحاجات دي ربنا مديها لي كماليات كده في الحياة، كماليات في الحياة، اشياء بيقول لي امشي بيها في الحياة علشان تساعدك في اداء رسالتك. فما سيبش انا الرسالة والهدف الاساسي اللي ربنا خلقني الارض عشانه، واي حاجة تقابلني في الرحلة هي حاجات بتساعدني مش حاجات اساسية ما تعلقش بيها. فانا بتجوز علشان احقق مراد ربنا مني، والزواج ده يساعدني في تحقيق مراد ربنا مني اللي هو وجودي في الارض، وان انا انفع الناس، وكذلك الخلفة، وكذلك الشغل، وكذلك الفلوس، وكذلك السفر. اي شيء في الدنيا هو جاي اصلا يساعدني في اداء مهمتي في الارض.